في واحده بعتت لي رساله قالت لي يا ام عمر عايزه اتواصل معاكي ضروري، فانا بعت لها الرقم. انا بحكم شغلي اي حد بيبعت لي رساله بقول له كلمني، ببعت له الرقم واخليه يتواصل معايا. فاتصلت بيا بتقول لي يا ام عمر انا عايزه منك طلب شخصي، انا مش عايزه منك اوردرات. قلت لها ماشي يا حبيبه قلبي اتفضلي سامعاكي. فقالت لي بقول لك ايه يا ام عمر، انا عايزه تحطي لي بوست على الصفحه بتاعتك لان انا محتاجه مبلغ وعايزاكي تقولي للناس اللي عندك ان انا عايزه فلوس. فانا قلت لها انا ما اقدرش اعمل كده، انا عمري في حياتي ما طلبت حاجه من حد لنفسي انا، فما بالك بقى ان انا اطلع واحط بوست والكلام ده كله، انا ما اقدرش اعمل كده وما اتعودتش على كده. انا قلت كده من هنا وعينكم ما تشوف الله النور. ولقيتها بقى حاجه كده بركان وانفجر. حسبي الله ونعم الوكيل فيكي، ربنا يتصرف فيكي، انت متكبره على ايه؟ ده انت الكبر هيفرقعك من بعضك. انا حاطه التليفون على ودني والله ده حصل، ولا رديت عليها ولا قلت لها انت بتقولي ايه من كتر الصدمه. وبعدين رحت انا قلت لها انت خلصتي كلام؟ خلصت، بس طبعا انا عايزه اقول لكم ان هي قد ايه كانت منفعله وبتزعق وكانها صاحبه حق. فقلت لها انا مش هرد عليكي باسلوبك، بس انا هنصحك نصيحه لوجه الله، طب ما تروحي تشتغلي. روحي اشتغلي بدل ما بتخلقانه يا ستي متكبره، بدل ما اتكبر عليكي انا ولا غيري ولا غيري ولا غيري، ما تروحي تشتغلي. اعملي لك اي مشروع، اعملي لك اي مصلحه، اشتغلي في اي مكان. هو انت تعلمي بظروفك؟ وبعدين انا بشتغل، انت شايفاني قدامك بشتغل، هو انت شايفاني قدامك يعني طالعه بفتح لايفات بعمل ولا؟ هي اصلا كمان كانت طريقتها في الكلام ما تخليش الواحد يعرف يتفاهم معاها، كانت بتزعق وكانت متنرفزه وكانت بتقول كلام غريب وكانت بتدعي عليا زي ما قلت لكم كده وحكيت لكم الموضوع. فانتهى الحوار بيني وما بينها على كده. طيب انا بحكي ليه الموضوع دلوقتي؟ اولا انا عايزه اعرف انا غلطت في ايه ان انا قلت لها كده؟ انا فعلا ما بتجينيش وانا ايش عرفني ان الناس هتستوعب ان انا منزله البوست ده لحد غيري؟ دي حاجه. تاني حاجه انا وجهه نظري انا هو اللي انا قلته لها، اشتغلي وانت تعرف انا واقفه على رجليا وفيا ايه، ومع ذلك بعافر وبشتغل. فانا مش هنصحك ان انت تعملي كده، انا مش هعمل لك كده لان انا ما بعملش كده، فانا مش هشجعك على كده. فانا اولا بيجي لي مكالمات كتيره جدا 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 من النوع ده، اللي يقول لي وانا ما كنتش حابه، والله انا ما كنت حابه ان انا اتكلم في الموضوع ده على فكره. انا عايزه فلوس يا ام عمر، وصليني بفلانه بعينها اسامي يعني، وصليني بعلانه، الكلام ده كله. فانا برد